يا صباح الفل. يمكن امبارح اتفرجت على ماتش مصر واوزبكستان، ما مش اوزبكستان، كاب فيردي، الراس الاخضر. منتخب مصر بصراحة يعني مش مقنع. كابتن حسام حسن ماسك المنتخب بقاله حوالي سنة ونص، سنتين في الرينج ده يعني. لغاية دلوقتي ما قدرش يقنعنا. يعني انا اتأهلت لكأس العالم، ما انت بتلاعب مين؟ اتأهلت لكأس العالم بتلاعب مين؟ انت بتلاعب فرق ما عندهاش ابجديات الخروج بالكورة، يعني من تحت لفوق يعني. المجموعة بتاعتك مش طالع منها حد دخل البطولة اللي كان فيها الكونغو اللي اتأهلت عن أفريقيا ونيجيريا والكاميرون والجابون. يعني ما كانش معاك حد من الفرق دي، ما كانش معاك فريق من شمال أفريقيا مثلا. ف طول الوقت انا شايف ان احنا بنكسب بصعوبة فرق المفروض ان انت تديلها سكور. يعني لما تلعبهم تديلهم سكور. ف ومعاك امكانيات، معاك محترفين يمكن ما كانوش موجودين في اجيال قبل كده، صلاح، مرموش، واحد في ليفربول والتاني في السيتي. معاك مصطفى محمد في نانت، معاك حمدي فتحي في قطر يعني معاك مجموعة كويسة، ده غير اللي موجودين جوه الدوري المصري. انت عندك كفايه النادي الاهلي، عندك امام عاشور، عندك تريزيجيه، زيزو. فعندك كتير، يعني عندك ناس تقدر تعمل منهم آه، فريق قوي جدا يكسب بسهوله. فانت بتتغلب قدام اوزبكستان، وامبارح قدام كاب فيردي بتكسب بضربات الترجيح. اللي عايز اقول شابوه لمصطفى شوبير، حارس ممتاز طبعا يعني. شوبير من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، وشوبير الابن طبعا مش الاب. من اللعيبه اللي انا بحبها جدا. فبرافو يعني، امبارح نزل كسبنا ضربات الترجيح. حتى اللعيبه على ضربات الترجيح بتشوط وحش قوي، اسامه فيصل شايط وحش قوي. مرموش يمكن الحارس لعبه كده، اللي اتفرج على الماتش لعبه وقدر يخليه يشوط في الحته اللي الجون عايزه يشوط فيها يعني. المهم، طوال الفترة اللي مسك فيها كابتن حسام حسن احنا بنلعب فرق حتى اللي لعبناهم في تصفيات كأس العالم فرق قليلة قوي. الماتش الوحيد يمكن القوي اللي انت لعبت كرواتيا في بداية ولايتك، واتغلبت 4. ما بقولكش مش هحاسبك على الماتش ده، لأن الماتش كنت انت لسه جاي، لسه بتبدأ. بتلعب تيم كبير، تيم كرواتيا كان لوكا مودريتش ورفاقه، فتتغلب ما عنديش مشكلة. بس حتى 4 دي كتير، بس تمام، ما عنديش مشكلة. لكن باقي الماتشات اللي انت بتلعبها بتلعب مع فرق يعني اقل يعني مستواها اقل من المتوسط، بما في ذلك اوزبكستان اللي كسبتك. لحد النهارده بعد سنه ونص ولا سنتين انا مش عارف طريقه لعب كابتن حسام حسن. يعني هل انت بتلعب باتنين ديفندرز يعني اللي هم فلات وقدامهم واحد، ولا بتلعب بواحد ستة وواحد تمانية ولعيب صانع ألعاب، بتلعب باتنين مهاجمين؟ مين أقنعك أصلا ان محمد حمدي المتفوق على نفسه بيلعب مساك؟ ومين اقنعك ان اسامه فيصل ده وينج؟ اكيد هو اللي اقنع يانيك فيريرا واحمد عبد الرؤوف ان احمد شريف وينج. بس ده مش يعني مش موضوعي دلوقتي. انت واخد معاك في مركز المساك محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، ومش فاكر واخد مين تاني، ياسر ابراهيم تقريبا، مش علشان تلاعب محمد حمدي مساك. والماتش الاولاني بتاع اوزبكستان بتلعب برامي ربيعه بس، وعلى يمينه محمد هاني وعلى شماله محمد حمدي، فكنت بتضرب من كل صوب وجوب زي ما بيقولوا. فمين اقنعك؟ ما انت واخد مساكين، واخد مدافعين، واخدهم معاك ليه؟ طب شوفهم، بص عليهم. الناحية التانية تفاجأ ان قاعد بره صلاح محسن وزلاكا ومش فاكر مين تاني، ومنزل أسامة فيصل وينج. يا عم الباشا ده مش راجل وينج. المشكلة ان حسام حسن زعلان من انتقادات الناس. انا طبيعي ان انا انتقدك. انا شايف المنتخب بتاعي اداؤه سيء جدا طوال الفترات اللي فاتت كلها.
لما بتلعب على أرضك أنت بس، هي الكاميرا تيجي عليك زي رضا عبد العال ما بيقول، تقعد تشوح وتزعق ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن اديني افكار جوه الملعب. مفيش افكار جوه الملعب. الملعب ملوش عمق هجومي، ملوش عمق دفاعي. امبارح دونجا ومروان عطية بيلعبوا جنب بعض كورة المفروض بقى اتقطعت مننا. في تحول بيحصل عليك، الاتنين داخلين فاتحين قلب الملعب بشكل مش طبيعي. انت بتلعب ليه باتنين ديفندرات؟ مفيش حد عامل عمق للدفاع في قلب الملعب، فكنت بتتضرب بمنتهى السهولة. المشكلة ان انت في الحالة دي لما بتلعب باتنين في قلب الملعب بتبقى مطير الجناحين في نفس الكورة. الكورة مرتدة عليك 3 من كاب فيردي على محمد حمدي ورامي ربيعة اللي هم المفروض الاتنين المساكين. فمش عايزني ابقى بتكلم ازاي. انا واحد قلقان عندي السنة الجاية كاس افريقيا وكاس العالم، فانا قلقان. انا امبارح اتفرجت عليك لقيتك بتلعب 4-2 قدامهم لعيب 8 وونجين وراس حربة. الشوط التاني سحبت دونجا، نزلت شحاتة، بقيت بتلعب 1-6 و2-8 واتنين وينجات وراس حربة. بعد كده رحت شايل محمود صابر ومنزل صلاح محسن وزلاكة، فبقيت بتلعب 4-2-3-1. أنا معرفش أنت بتلعب بطريقة إيه. فأنا قلقان وبقول من دلوقتي كابتن حسام لازم يبقى لنا شكل واضح وصريح. بلس إن كابتن حسام الملاحظ في الماتشين بتوع أوزبكستان والراس الأخضر كاب فيردي إن أنت طول الوقت شايفك بتلعب ضغط عالي. أنت اللعيبة بتاعتك هتقدر تلعب ضغط عالي على منتخبات أفريقيا؟ يعني الدور الأول أنت الطبيعي إن أنت تصعده، لكن بداية بقى من دور ال16 أو دور ال8 في أفريقيا، مش عارف هيبقى أنهي دور، بس لما تبدأ تلاعب منتخب محترم شوية، مع إن أنت مجموعتك مش سهلة، فيها جنوب أفريقيا وأنجولا بقى حدث ولا حرج، يعني عندهم شيكو بانزا ده مرعب جدا، يعني فكرة مرعبة أصلا. المهم هتلاعب جنوب أفريقيا وأنجولا، فرق محترمة هتلعبك كورة، لو خرجت هتضربك بسهولة. يعني أنت بتلعب ضغط عالي، لو الفرق دي عرفت تخرج هتخلي شكلك وحش. من دلوقتي النهاردة 18/11، من 18/11 قبل البطولة بحوالي شهرين بقولك أو شهر ونص بقولك تراجع عن فكرة الضغط العالي على المنتخبات الأفريقية. تراجع عن الفكرة دي، هتكلفك كتير، هتكلفك تمن غالي يعني. فإحنا بس بنتكلم بعض الأشياء الفنية وبعض الملاحظات اللي بنشوفها. المنتخب المصري لغاية النهاردة أنا مش شايف له بنيان أو كيان أساسي، لعيبة أساسية أقدر أقول إن فلان هيلعب في المركز الفلاني، أنا مش شايف ده. فكل دي مخاوف كنا بننقلها، وبنتمنى لمنتخبنا التوفيق في كأس العالم وكأس أفريقيا اللي جاية، وإن شاء الله اللي جاي يكون خير. سلام عليكم.